مغاربه والله ما غادي يربحوا. في مفاجاه ان المغرب خسران 1-0 من هايتي. يا نهار ابيض، هايتي بتسجل الهدف الاول في المغرب في اول الشوط الاول. قلت لك نازيم خويا، هايتي خويا. يا ابشوا يا الكوليدي، ابشوا يا بعدنا فين نهربوا احنا جالسين لكم منكم. ريمونتادا يا جماعة، قسما بالله ريمونتادا للمغرب. والله مرعبين، اقسم بالله منتخب المغرب منتخب مرعب. قوم وقف على حيلك واضرب تحية للمغرب يلي أبى انه ما يتأهل الا باحسن وافضل طريقة. يا الله كم الفخر اللي بتشعروا فيه لما تتفرج على المنتخب الرائع العظيم القوي الشرس، المنتخب الاكثر من رائع. يفوز بالأربعة. ملهوش حل المغربي والله. منتخب المغرب يا جماعة ما بيفوتش فرصة غير لما يثبت لنا هو منتخب عالمي. ألف مبروك للأسود الأطلس، ألف مبروك لكبير أفريقيا يا جماعة الخير. قسما بالله هذا كبير أفريقيا، هذا كبير العرب يا جماعة الخير. انتصار المنتخب المغربي 4-2 لايتي والترشح عن جدارة للدور الثاني. صح عليهم ومبروك عليهم، عندهم رجال ممتعين صح؟ لا ممتعين، لا منتخب المغرب ممتع. الكرة المغربية بتحترم كرة القدم وبتقدر كرة القدم. كل مين شك بعودة المغرب فلازم يغير رأيه. المغرب ما عاد فريق مفاجأة، المغرب صار ينافس فرنسا اسبانيا والارجنتين. بيناتنا يعني كنتو نتسناو المغرب حتخسر كونتر هايتي وهما كاليفيغون اليمينير. كيكون عندك منتخب من كلاسي سيزيام عالميا بين لي كرون تقدر تخلص ماتش كيما هكا. والله لا يحشموها والله اقسم بالله يا اخي نورمال. ساهرين لتوا تستناو في سقوط اقوى منتخب في افريقيا وفي العرب قدام شكون؟ قدام هايتي. من نيتكم زادوا يربحوا باربعه، والله غير زادوا يربحوا باربعه. اروح انت وجيب لي رقاد، انا مانيش قادر نرقد. انا هادو راني حاسدهم، راهم شلقمني الحسد، اقسم بالله راهم شلقمني الحسد يا خوتي. ناموا خلاص، كل الناس اللي كانت مستنيه سقوط المغرب عايز اقول لك خلاص اليوم خلص، سهرت على الفاضي. منظم وقوي ويقدر يرجع. ايوه كده عايزينكم زي المصريين حبايبكم، احنا فوق برضه. تعالى انا جيت سبقتكم الناس اللي غادي ينتقدوا المنتخب المغربي ضد هايتي، وهذا السيد الاحترام ليه الكبير. وجيت نذكركم بانه اسبانيا يا اسبانيا قدام الراس الاخضر، والانجليز يا الانجليز قدام غانا، او البرتغالي البرتغال. جزائري كان فرحان، كان بيحلم ان هايتي تفوز. والله يا جزائري لن تصبح المغرب أقولها من قلب السعودية. المغاربة اليوم حبوا شوي يسوون أكشن، قالوا ما ينفع نخلصها تاريخيا، العالم سهرانين يبون يشوفون مباراة حلوة، فأعطوهم لين الشوط الثاني بعدين فنش. ما يخوتنا، انا حبيت نهضر على أشرف حكيمي. اسمح لي خاوتنا بكل صراحة، أحسن لاعب في المنصب تاعو في الدنيا. ما كان اللي يبقى فيا خوتي قد الجزائري من السوق ما فرحوا. احسن عقوبه دار لكم بيان. حيت علاش كل مره كاين شي ثلاثه في الضربه الاولى في الشوط الاول، والله جزائري واحد ما يتفرج في الشوط الثاني. 1 2 3 4 افقسنا ولاد عمي التبون، اعطيناهم علاش كيدوروا. نعطي تحيه للمغاربه من الجزائري من الاخر المروك تتعادل في النقاط مع البرازيل 7-7. ايه اللي بتعملوا المغرب ده يا جدعان؟ 1 2 3 4 تجوان. الله اكبر عليكم يا لعيبه المغرب، بصراحه انتوا بتقدموا كوره مختلفه. داروا النيل مع البرازيل، ربحوا اسكتلندا، ضربوا هايتي باربعه. اروح انت وجيب لي رقاد دوكا، اقسم بالله ماني قادر نرقد. انا هنا راهي حصلت لي هنا. لكن أنا اللي لفت نظري النفاق الرياضي. كتير ناس تمنت إنه المغرب يخسر، وكتير ناس بعد ما فاز المغرب صاروا يهنوه. المغرب أول منتخب عربي أفريقي يتأهل الدور 32 في مونديال 2026. تحس المغرب خلاص ما عادش يصنف مع المنتخبات العربية، يصنف مع الكبار. المنتخب المغربي عاشوا أبطال العرب، عاشوا الأبطال، عاشوا أسعدتونا بأدائكم والله العظيم. مباراة ممتعة. رسميا المغرب أول المتأهلين العرب بعد أداء أكثر من رائع ضد هايتي. النجوم الثلاثة أشرف حكيمي بأدواره الهجومية، وصابيري باقتناصه للفرص، وسفيان رحيمي بعد دخوله من الدكة على آخر 20 دقيقة قدموا أداء خرافي ما شاء الله. طبعا ما شاء الله بقوة المغرب يتأهل للدور القادم.
فريق منظم، فريق قوي، فريق يلعب في كورة صح، مدربهم برضو قوي. كل البطولات اللي دخلت يا معلم مع المغرب اقوى لسه من الاساسيين. فيا معلم انا بالنسبه لي المغرب مرشح، فريق مرشح بالراحه، فريق مرعب بمعنى الكلمه. يخرب بيتك منتخب يا المنتخب المغربي، اقسم بالله يا جماعه خير منتخب يقارع اوروبا بريمونتادا برباعيه، يخرب بيت القوه. اللي فاتوا الماتش ده فاتوا كتير، ده كان واحد من احلى الماتشات اللي انا شفتها في كاس العالم لغايه دلوقتي السنه دي. مليار مبروك للمغرب الحبيب، اسود الاطلس والعوده الكبيره في المباراه. الله عليكم يا اسود الاطلس، يا سلام عليكم، فوز كبير، فوز رائع ب4 أهداف مقابل هدفين على هايتي. المنتخب المغربي يفوز على هايتي 4-2 بالله 4 وفي كاس العالم. ألف مليون مبروك لكل الجماهير المغربية والعربية والأفريقية ولكل من يشجع المغرب في كل بلد في أنحاء العالم. لأن الصراحة بوجود الصيباري، بوجود رحيمي، بوجود لاعبين المنتخب المغربي، صراحة يعني هالعناصر تقودك لإنجازات تاريخية. المغرب مرعب، هايتي قدم مباراة العمر. أنا سميتهم خلاص برازيل العرب وافريقيا. منتخب المغرب قاعد يقدم كرة قدم نظيفة، ولا في مباراة فوتها المنتخب المغرب وما في أحد قادر يلومني. أنا قاعد تشوف كرة قدم جميلة مرجلة في الملعب، يعني الفنيات لما تجتمع مع القوة والشجاعة أنت هنا كمشجع تستمتع. أقوى المنتخبات العربية حتى الآن، أفضل الكرة بين المنتخبات العالمية، وبإذن الله تعالى يقدم مستوى رائع وكبير في الادوار الاقصائيه، ونشوفه في المباراه النهائيه ويحمل الكاس. والناس اللي بتقلل من هايتي، فهايتي منتخب محترم ومنتخب قوي، يكفي انه فاز على المنتخب النيوزيلندي اللي منتخب مصر فاز عليه ب3-1، فاز عليه ب4 أهداف مقابل لا شيء. سواها سود الاطلس يول، سواها المغاربه، والقربان ربكم لك من سوري، قربان رب المغرب، ولك والله الف مبروك لكم وتستاهلون ونفتخر بيكم. قدر يكسب منتخب هايتي بنتيجه كبيره، والنتيجه دي نتيجه خادعه، لان منتخب المغرب النهارده كان ممكن يعمل ريكورد تاريخي يوصل لل6 ويوصل لل7. كانت مباراه غير شكل. ولكن يا جماعه محمد وهبي بسم الله ما شاء الله مدرب قدير جدا، مدرب ناجح جدا، مدرب عاجبني جدا. في مباراة البرازيل كلمة السر كانت أيوب بوعدي، وفي مباراة اسكتلند كلمة السر كانت نائل العناوي. اليوم أمام هايتي كلمة السر كانت سفيان رحيمي، عاد إليكم من جديد. يا سفيان ارحمنا يا سفيان، مع العين تشرفنا ومع المنتخب تشرفنا، سواء افريقي سواء عربي سواء اقوى منتخب ممكن تشوفه عينك في السنين اللي راحت. المنظومه اللي انصنعت للمغرب والقوه والشخصيه اللي موجوده للمنتخب المغربي بتخلينا اليوم فخورين. ريمونتادا للتاريخ 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 يا مغربي. المغرب أول منتخب عربي يتأهل للدور القادم في بطولة كأس العالم يا رجل. يخرب بيت أم الريمونتادا ويخرب بيت أم الجنون. وإن هو موجود في الترتيب الخامس على العالم ده مش من فراغ. النهارده منتخب هايتي تقدم مرة لا مرتين، ومع ذلك المغرب يجيبه ويرجع وينتصر عليه. المنتخبات الكبيرة دي ما بتستسلمش بسهولة، والمباراة ما بتنتهيش غير بصافرة الحكم. يا أخي بالله سامحوني، كي تقوموا الصباح تغسلوا وجوهكم تمسحوهم بمنشفة والا بخيش، فهموني بركة باش نعرف وكهب. هي ما برازيل واسبانيا حارت في المغرب، باش تجي تو هايتي تربحها نورمال. احصائيات 22 تير 11 اون تارجت صافي دير خلصوا من نوامر والله. غير حتى في الاستحواذ البوزيشن 70%. ألف مبروك للعرب، مغرب التاريخ، مغرب الأوطان، الرحيمي والسيباري، بونو ومرابط والخنوس، بدلاء المغرب يكتبون التاريخ زي فرنسا والبرازيل والفرق اللي تأهلوا حاليا للدور 32. تحس ان المغرب سابق عصره، خلاص فات حد العرب ان انت تقارع مع الكبار. المغرب بسم الله ما شاء الله، يعني انا مش عارف اجيبها لك ازاي، ولكن تخيل معايا وتصور معايا ان في فريق عربي جاي في كاس العالم، اكبر محفل دولي في كرة القدم. المغرب وصلت النهارده للهدف ال25. والله شكرا ديما مغرب. مبروك الفوز ومبروك التأهل لدور 32. عقبال ان شاء الله ما نشوفكم في الادوار النهائيه، وانت المنتخب الوحيد، انتم المنتخب الوحيد اللي راح يوصل ادوار نهائيه. فوز رائع، فوز واداء من اجمل ما يكون يا اسود الاطلس. دائما رافعين رقبتنا في العالي، انا رقبتي ورقبه كل العرب والامازيغ مثل الزرافه رافعينها يا اسود الاطلس. من اجمل ما يكون اداء ريمونتادا، من احلى ما يكون. لمسات سحريه. عاش المغرب لا زال متصدر مع السعوديه، قطر، العراق، تونس، تركيا، هؤلاء كلهم خرجوا خلاص. ديما مغرب
ديما مغرب عناوي عناوي. اتفق المنتخب المغربي، هذا المنتخب الذي دائما يشرفنا ويفرحنا. للأمانة منتخب يلعب بكبرياء، يلعب بشخصية كبيرة. المنتخب المغربي ليس منتخب عادي، أصبح منتخب عالمي ينافس البرازيل والأرجنتين. تستاهلون والله، تستاهلون. ألف مبروك على التأهل. وغالبا المنتخب المغربي بيواجه اليابان غالبا، والمنتخب المغربي قادر على أي منتخب في كأس العالم حاليا. استمتعت في مباراة منتخب المغرب أكثر مباراة البرازيل نفسها. طبعا صغار النفوس بيجي يقول لك أمام منتخب سهل ترى وبسيط، يا حبيب ترى سووها أمام المنتخب البرازيلي يعني في الجولة الأولى، ما هي بغريبة عليهم. منتخب المغرب بهذا الأسلوب كان يستحق ترى العلامة الكاملة في المجموعة، ولكن لولا الحظ أمام البرازيل. بحال الماتشات هادو كيتلعبوا على شعره وحده، واليوم إلا كان شي لاعب مغربي ماشي في نهارو ندعموه باش المرة الجاية يكون في نهارو. كل العالم قديش هو ند وشرس، وانه 22 ما كانت سنة صدفة، انما هي نتاج عمل كبير وكبير جدا. زائد الدكة تبعت المغرب قديش إلها قيمة وقيمة كثير كبيرة. جن جنون المغربي رسميا. سفيان رحيمي لا يرحم كأس العالم. سفيان رحيمي بالريمونتادا على هايتي دمرهم. هايتي تقدم مرتين، ولكن في النهاية المغرب هو اللي فاز ب4. المروك مركز بالديفونس بالاتاك بالميليو. بونو اليوم مرك على روحه. في نتيجة تاريخية. هتقول لي ليه تاريخية؟ هقول لك فكرة ان انت توصل ل 25 هدف في كأس العالم ده رقم ايقوني. فللأمانة محظوظين أخواننا المغاربة بهذا المنتخب الكبير. شكرا للمنتخب المغربي وشكرا للمدرب الذي غير من المباراة بتغييراته الجميلة. شفنا اليوم بالدكة بحدود 3 ل4 بدلاء وكانوا رائعين، بالإضافة لبونو. آخر لقطة من بونو كانت ختامها حفظها الله. وشعب المغرب الجميل والرائع نعشقكم عن ظهر قلب. عاشوا الأبطال. بام. المغرب للدور الثاني.